اظن كنا متوقعين ان احنا غير مؤهلين بعد التعادل مع الاتحاد. يعني احب اشير النتيجه دي اولا لمجلس الاداره، ثانيا لمجلس الاداره، ثالثا لمجلس الاداره، رابعا وخامسا وعاشرا لمجلس الاداره لاسباب كتيره قوي هنجيلها كمان شويه. ولكن رغم ان انا كنت متوقع التعادل، انا اتفاجئت ان الزمالك بيقدم مستوى كويس، خصوصا الشوط الاول. الشوط الثاني انهارنا، ولكن هجيلك ليه كمان شويه. الشوط الاول شفت كابتن معتمد جمال بيحاول ان هو يصلح المركب البايظه، بيصلح المركب اللي هو عارف ان هي غرقانه، المركب اللي هو عارف ان هو هيبقى كبش فدا اول لما المركب دي تغرق، هو اول واحد هيمشي. ولكن شفته بيحاول بيعلي عن السنه اللي فاتت في ظل المشاكل والعبث اللي خلقها له مجلس الاداره، في ظل عدم وجود عبد الله السعيد واخوان بيزيرا اللي مش عارفين هو في دبي ولا في القاهره. في ظل العبث ده كله شفنا كابتن معتمد جمال بيحاول ان هو يعمل حاجه اعلى من السنه اللي فاتت. اي نعم لسه بنعتمد على الاسلوب العقيم بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو الكرات الطوليه لعدي الدباغ او لناصر منسي او لاحمد شريف او ايا كان، يعني اللي بيلعب في خط الهجوم، وبنحاول ان احنا نخطف كوره. كنا ممكن نجيب كوره او كورتين، ولكن ناصر منسي ناسي كل حاجه، ناسي كل حاجه، هيجي له كمان شويه. ولكن شفنا الزمالك في جمل تكتيكيه بتتعمل على قد الامكانيات والقدرات بتاعه اللعيبه. انا مش بقول ان احنا عملنا جيم تكتيكي فشيخ، ولكن نظرا لقدرات اللعيبه اللي عندك ده كان افضل حاجه تطلع. كنت ممكن ان انت تطلع كسبان، وكنت ممكن ان انت بس يعني الفينش النهائي اللي في الشوط الاول ده كنت ممكن ان انت تطلع كسبان من الشوط الاول. شفت الزمالك في الشوط الاول بيستحوذ، بيسيطر، بيهيمن، بيوصل للجون. شفت عمر جابر اللي عمل شوط اول كويس جدا 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 جدا، بس لو ظبط الاوفر في اكتر من مره كنا ممكن ان احنا نشكل خطوره. شفت عدي الدباغ بيحاول ان هو يعمل اي حاجه. شفت جمله تكتيكيه جديده من الزمالك بيعملها، مكونه من ان المهاجم بينزل يستلم او عدي الدباغ بينزل بيسحب المدافع معاه، بلاقي عمر جابر الباك اليمين بيخش هو مكانه. فدي حصلت اكتر من مره زي ما انت شايف قدامك على الشاشه. يعني الكره دي عمر جابر اللي راح مكان عدي الدباغ او في المنطقه الفاضيه اللي في ظهر الدفاع. في مره برضه هتلاقي عدي الدباغ نازل، كله عدي الدباغ مفيش ناصر منسي، عدي الدباغ نازل بتلاقي ادم كايد اتسحب من وسط لعيبه نص الملعب بتاعت الاتحاد وهو اللي دخل في منطقه الخطر. دي جمل تكتيكيه حلوه استخدمناها صح، كنا ممكن ان احنا نسجل منها اهداف واحسن بكتير من الكور الطوليه دي. ولكن عندك بعض اللعيبه اللي ناسيه الكوره. برضو من ضمن اللعيبه اللي لعبت حلو محمد شحاته، ولكن اللعيبه اللي نسيت الكوره ناصر منسي. ناصر منسي النهارده كورتين جوه الصندوق، لو كان مركز كان مركز. هي مش محتاجه بس غير تركيز وان انت تتوقع الكوره صح، او ان انت تعمل حساب ان الكوره دي ممكن تجي لك وتخطف جون. ولكن في الكورتين ناصر منسي ناسي الكوره اطلاقا، ولا باص صح ولا تحرك صح، وفي كرش وفي حاجه غريبه كده ما تفهمش. احمد شريف انت بتعمل حاجات كتير قوي حلوه، بتعمل حاجات كتيره قوي صح، بتعمل حاجات كتير تخليك ان انت تتطور اكتر من كده. ولكن للاسف انت بتاخد كل الحاجات الحلوه دي بترميها في الزباله، بتاخد كل الحاجات الحلوه دي تقول انا مش عايزها. احمد شريف في كوره النهارده ظهر لك دلوقتي على الشاشه، هو كان على الجناح الشمال، ضم في عمق الملعب، خلى بنتايج يطلع، خد استلم الكوره، شكل خطوره، كنا ممكن نجيب من الهجمه دي جون. شوف الكوره دي انت كررتها مرتين ثلاثه في المباراه دي وكنا ممكن نسجل منها اهداف. ولكن تعال بقى للجانب السيء من اللي انت بتعمله يا احمد شريف اللي يعني الكوره زي دي، يعني الكوره زي دي انت استلمتها يا تجري عمودي على الجون، يا تجري عمودي، لا اما تقف وتباصي لاي حد جاي بوشه، لا اما تشوط بشكل صحيح. ولكن انت قررت ان انت تختار الحل الثالث بان انت تخش وتشوط. ولكن لو هتيجي تبص على جسمك ولا معدول ولا رجلك معدوله ولا الزاويه مفتوحه، فكان الافضل ان انت تباصي للاعب اللي جاي في وشه، او ان انت تستلم الكره تجري عمودي على الجون، لا اما تاخد ضربه جزاء لا اما تشوطها بسن رجلك في اي حته في الجون هتيجي جون. ولكن انت اخترت الاختيار الاصعب، الاختيار الغلط للاسف. والكره الثانيه انت عملت فيها برضو شغل عالمي، عملت فيها مستوى كويس جدا، ولكن في الاختيار بقى الاخير بتاعك والقرار الاخير بتاعك انت كنت ممكن تباصي لعمر جابر اللي جاي بوش، كنت ممكن تدي لعدي الدباغ، عدي الدباغ يدي لعمر جابر ونجيب جون. ولكن انت اخترت ان انت تشوت برضو جسمك ولا معدول ولا رجلك مظبوطه على الجون ولا الزاويه مفتوحه والكره بعيد. يعني فاهم، انت بتاخد القرارات الغلط. في فرق ما بين الاستعجال والسرعه. السرعه ان انت عايز تنهي الهجمه قبل ما يضغط عليك، ولكن الاستعجال ان انت عايز تنهي الهجمه بسرعه لان انت مش عارف هتعمل بيها ايه.
وده اللي انا بشوفه في احمد شريف، اللي عنده قدره ان هو يقدم مستوى احسن من كده. انا عارف والله ان انا بتكلم على لعيبه لا تصلح اطلاقا لنادي الزمالك، ولكن هي نظرا للامكانيات والظروف اللي عندنا احنا مضطرين ان احنا ننفخ في اللعيبه دي لحد ما يتظبطوا، نحاول ان احنا نطلع باقل خسائر ممكنه. ده اللي بيعمله كمان كابتن معتمد جمال باقل خسائر ممكنه، بيحاول ان هو يطلع بيها. النهارده كنا ممكن نطلع نكسب. وبرده من ضمن اللعيبه اللي لعبت بشكل سيء فتوح يا فتوح، انت ناسي الكوره يا فتوح، انت في ايه؟ انا حاسس انت عامل بوتوكس في وشك منفوخ. انا مش عارف حد ضربك ولا انت جاي من الدكتور ده تجميل دلوقتي عامل لك بوتوكس وفيلر، انا مش فاهم في حاجه غلط عند فتوح. اتمنى فتوح يفوق، عمر جابر قدم مستوى كويس جدا جدا جدا، ما يعبوش بس غير بعض الرفعات اللي نفسي انها تتظبط. ولكن انا مش هعتب على عمر جابر، لان عمر جابر هو دخل كل حاجه متاخر، دخل لقى كل حاجه بايظه، بيصلح مشاكل مجلس الاداره. يعني في مشاكل كتير. ليه بشايل النتيجه دي لمجلس اداره الزمالك؟ لان احنا بدانا متاخر. لو هتبص على الشوط الثاني فانت انت تقريبا من الدقيقه 60 انت منهار، من الدقيقه 60 انت بدنيا مش شايف قدامك، من الدقيقه 60 الاتحاد راكبك، كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه واربعه لو كان عندهم بعض التوفيق، ولو كان هم عندهم قدره انه او ثقه في نفسهم شويه، كان ممكن يجيبوا جون واثنين وثلاثه عادي جدا. انت انهارت بدنيا، ما بقتش عارف تعمل ايه. حتى اللعيبه اللي نزل من على الدكه محمد السيد واحمد ربيع وشيكو بنزا هنجيله، مش هنجيله خالص شيكو بنزا، ولكن يعني حتى اللعيبه اللي نازله من على الدكه مش قادرين يجاروا اللعيبه بتاعت الاتحاد اللي بتلعب من اول دقيقه. انت متخيل مين اللي يتحمل حاجه زي كده؟ هل المعد البدني اللي لسه جاي من اسبوعين ولا من 10 ايام؟ اكيد لا. انا هعاتب على الاداره اللي بتستغنى عن واحد من اهم المدافعين اللي في الدوري، اللي لحد دلوقتي مش عارفه ترجع لاعب، ومش عارفين هو في دبي ولا في مصر، مش عارفين هو فين. الاداره اللي بدات المعسكر متاخر، اللي مشت المدير الرياضي متاخر، فبالتالي حصلت مشاكل كتيره قوي. فانت بيئه غير صالحه ان انت تنجح نهائيا. ولكن يعني لو هشكر حد في ظل العبث والمشاكل دي كلها، فهو اولا واخيرا جمهور الزمالك اللي عمل يوم عظيم. الجمهور تحس ان هو حاضر معاك في كل حاجه. اول لما الاتحاد بيمسك الكوره بتلاقي صفافير، بتلاقي على طول في زوم، هتلاقي على طول كلمه اضغط، 20,000 واحد بيقولوا اضغط اضغط اضغط. انا سامعهم اللي هو يا جدعان، ده احنا كده في ملعب في صاله مغطاه وبنتفرج على كره سله. جمهور عايش الحاله، جمهور مش سايب الفرقه وقاعد بيغني وخلاص، لا جمهور عايش الحاله مع الفرقه. وعمل دخله اولى ودخله تانية ودخله ثالثه النهارده وما خدوش حقهم، ولا فوزنا ومشوا فرحانين، ولا حتى المخرج اداهم حقهم. مخرجين مصر اللي انا مش عارف بجد، هو انتوا بتعندوا ولا انتوا مش مدركين ولا مش فاهمين؟ انت اصلا دوري كحيان عايش على الجماهير، ما فيش غير 3 انديه جماهير دلوقتي جماهيريه، ولا 4 انديه جماهيريه، من ضمنهم بس الزمالك اللي بيعمل كل ده. يعني من ضمنهم جمهور الزمالك اللي تقدر تسوق من خلاله ان انت دوري جامد. ولكن الباقي بيحاول، الاهلي بيحاول، المصري بيحاول، الاتحاد بيحاول، ولكن الزمالك هو اللي فارق بكتير. فممكن تديهم حقهم، يعني ما يبقاش الجمهور عامل دخله قويه جدا وكويسه انا ما شفتهاش غير بعد المباراه. يعني انت جايب لي 30 ثانيه الكادر بتاع الحكم، طب انا اعمل ايه بالحكم وقاعد يبص يمين وشمال؟ حتى بيبص على الدخله، الحكم بيبص على الدخله زيه زينا. هتلاقيه جبت لي كادر تاني مدرجات فاضيه، سايب المدرج المليان وجايب لي الكادر على المدرجات الفاضيه. ايه ده؟ الناس دي بتتعب يوم ويومين عشان يطلعوا كرنفال اللي انت بتشوفه، عشان بس تديهم حقهم ان انت تظهرهم دقيقه. هم مش مستنيين منك ده، ولكن تحاول ان انت تعمل حاله في الدوري، توري لهم توري للناس الدخله، توري للجماهير الدخله اللي الناس دي تعبت عشانها، بدل ما الناس تخش على السوشيال ميديا تشوف ايه اللي حصل. كلنا شفنا ان في دخله، لكن الدخله دي مكتوب عليها ايه؟ هي ريدي. شفنا ريدي وما شفناش ايه الباقي بعدها. واظبطوا الكادرات شويه، مش فكره ان انت كل شويه تقطع بكادر معين انت كده جامد، لا انت بتشتتني. الاقي فجاه الزوم من بعيد او الكاميرا البعيده جايبه الهجمه، فجاه الاقي زوم على اللاعب بس، هو اللاعب اللي معاه مش شايف الكوره، يعني تلاقي الكوره تحت الكادر مش شايفينها. فجاه تلاقي زوم اوت، يعني الكاميرا بعدت، فجاه تلاقي الكاميرا راحت في حته تانية، تلاقي بقى فجاه اعلان ظهر كده فار. انا مش عارف بجد.
اتمنى بس مخرجين مصر ادوا للجماهير اللي بتتعب حقها، سواء اهلي زمالك اتحاد مصري، هم قليلين لما يبقى عندك جماهير معلش ركز عليهم اكتر. وبس يا صديقي، ده كان كل حاجه. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وبس كده، سلام.